شاشات شارع فيصل كلها اتهكرت وعرض عليها الصور اللي حضراتكم بتشوفوها دي، وكلها ضد الرئيس. وفي الحال تم القبض على صاحب المحل المتعلق فيه الشاشة دي وجاري التحقيق معاه. والإجراءات اللي تم اتخاذها بعد كده إنه تم إغلاق شارع فيصل بالكامل، أو مش إغلاقه بمعنى أصح، تم إغلاق الأضواء تماما عن شارع فيصل وتأمينه بشكل كامل. شارع فيصل.